بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا وبكفوف ان شاء الله ما نحفظوا يروينا. صلوا عليا حضار، واش راكم اخياتي واش راكم بنياتي؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو هذا نتاعي بخير على خير، ويلقاكم صحاح ومتهنيين، وربي يهنيكم ويهنينا. الخطره هذه مانيش راح نقول لك حنو انت تبعيني الكوزينه، اني كاش اخرى على بالي راكي كارهه فيها، وانا كذلك لانه انا مانيش في الكوزينه. جيت حنو انت قلنا لي ظروفي الصحيه اللي راني فيها والحمد لله على كل حال. جيت راح ندير معاكم تدبيره او وصفه اللي راهي دايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. نديروها حنو انت الخزانه كيما حنا، ولا تعودي تغسلي هكذا قش الشتاء دسيه ولا قش الصيف دسيه. المهم اي قش تسمى تحطيه في الخزانه يطول لك، ديري له هذه الوصفه هذه او هذه التدبيره هذه. والتدبيره هذه حنوتي واش فيها، هما المقادير اللي راهم فيها. دوك حنوتي نبداو في المقادير. وقبل ما نمشيو حنوناتي في المقادير، ديما حنوناتي نقول لكم ما تنساوش اخواننا الفلسطينيين بالدعاء، وما تنساوناش حتى حنا بجام وكومونتير زين كيما نتوما. واللي دخلوا جديد مرحبا بهم، ما ينساوناش بابوني. والاولى والاخرى ديما نقول لكم حنوناتي ما تنساوش دعواتكم لي بالشفاء العاجل، يعني ليا ولكل مريض. لان حنوتي قلنا درنا على الاول 4 مغارف تاع مايزينا، وزدت لهم 4 مغارف تاع اومو، لان حنوتي الاومو اللي عندك. قلنا 4 مغارف مايزينا و4 مغارف اومو. بعد حنوتي لهنا الربح، لان الربح حنوتي ما ديريش هذاك اللي نطبخوا به، ديري كيما حنا هذاك الخشين. ولا اذا كان عندك ملح البحر، اذا كان يعني متوفر عندك. انا يعني ما عنديش، درت الملح كيما حنا الخشين، بصح ماشي اللي نطبخوا به، اللي مثلا ندبغوا به مثلا جلوده ولا. المهم من بعد حنوتي زدت 2 مغارف تاع حمض الليمون. قلنا درنا 2 مغارف تاع ملح خشين و2 مغارف تاع حمض الليمون. لان حنوتي الوصفه نتاعك اذا كان بغيتيها هكذا كيما حنا تخليها كيما حنا بدون لون، هاكي تخلي المقادير هكذا. اذا كان حنوتي بغيتيها مثلا تعطيها لون ولا تعطيها نكهه كيما حنا زايده، جيبي حنوتي اي اروم عندك. انا لهنا عندي الاروم تاع نورمالمون تاع النعناع. درت شويه. المهم حنوتي ما بغاتش لهنا تدخل لي المغرف، كنت راح نزيد شويه. ملا وليت نعيط لهم قلت لهم جيبوا لي مغرف صغيره، ما لقاوش مغرف صغيره. ملا وليت دورت المغرف هذيك ونحيت. المهم الكميه اللي راح نزيدها كيما حنا باش تعطي لي يعني كنت اللون اللي نحتاجه. ها المهم حنوناتي قلنا يعني الوصفه هذه سهله، يعني مقادير يعني موجوده يعني كما حنا في كل بيت، ما تروحش مثلا تشري. وكتدبيره هكذا ديريها حنوتي قلنا في الخزانه نتاعك. المهم حنوتي لهنا بعد ما تخلطي المقادير هذوك نتاعك مليح، باش راح نلموها حنوتي المقادير هذو. دوك حنوتي نجيبو لهنا جيبي حنوتي ايزيس. لهنا الايزيس هذا هو تسمى راح نخلطو بيه كما حنا المقادير هذو الجافه. لهنا حنوتي اي تسمى ايزيس عندك بغيتي تخلطي به. لهنا للامانه يعني مانيش راني خلطت، كانت بحذايا من المساعده نتاعي او بنتي هي يعني اللي خلطت المقادير. من بعد حنوتي انا من التفلسيف نتاعي كاش اخر جيت راح ندير في المول هذا نتاع السيليكون. ومن بعد كي جيت راح نديمو ليه ما بغاش يديمو لاولي. بعد وليت درت مكبيرات. يعني هما انا يعني فرشت النيلو هذا كيما حنا نتاع الطبخ للوحه هذه. كي جيت راح باش كيما حنا كي تنحيهم ما يلصقلكش هكذاك ورسقولي. المهم خليهم حنوتي حتى نشفوها راني وين نعتك لهنا سما كيما حنا حتى كيما حنا يبسو. ومن بعد حنوتي جيبي الساشيات هذو. الساشيات هذو هما كيما حنا موجودين في الحانوت كيما حنا اللي يبيعوا لوازم الطبخ او لوازم الحلويات بليتو. وديري حنوتي لهنا ديري فيهم وحده ولا زوج، ولا المهم على حسبكم وحنا القش اللي راح ديري فيها، ولا الزهره اذا كان عندك كبيره ولا كوات ولا. من بعد حنوتي قلنا المهم اذا كان عندك مثلا هاد الساشيات هذو، كان مثلا بغيتي ديريهم مشروع يعني اكيد راح ديريهم في الساشيات هذو كيما حنا تبروزيتي فيهم كيما حنا المنتوج نتاعك. واذا كان بغيتي ديريهم حنوتي في الدار اكيد راه اذا كان ما عندكش هذا ديري حتى في الطرف تيلو هكذا وحزميه وديريه. المهم هذا هو، او هذه هي التدبيره اللي جبتها معاكم اليوم. وديما حنا نقول لكم ما تنساوناش بالدعاء. ان شاء الله يا ربي تعجبك الفكره وديريها. وختاما للفيديو، صلوا على رسول الانام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.